كوثر، السلام عليكم. عطينا اخر المستجدات في القضيه. واخا السلام عليكم. بعدا كنشكركم بزاف على الحضور ديالكم معايا. كما كتعرفوا اليوم كانت عندي جلسه، كان ملف جاهز ل 27 اللي هو اليوم. كان ناقشوا فيه فيما يخص المتهمات. كما كتعرفوا ما كاينش شي واحد كيبغي يقول لك انا درت، رغم ان كاين وجود الكاميرا. عندهم كاميرات بالمحل، عندهم كل شيء، ما بغاوش يجبدوا الكاميرات لان الوسيله الوحيده اللي كانت غتفرق بيني وبين هاد الناس هي الكاميرا. هما كينكروا بزاف د الحوايج، يعني اي حاجه قالوها شفت انا ما كايناش، ما دارتش كاع في الولاده. بالنسبه عاوتاني الانكار ديالهم، راه عندي كاينه تقارير ديال الدكتور اللي يحيد لي الوالده، كاين تقارير ديال الخبراء، كاين شهود، كاين كل شيء. هذا ما كيعنيش انه غادي يكذبوني راهم نجحوا، لا. كنقولوا حنا كمغاربه الا غلطنا كنصحوا الغلط غير بكلمه زوينه اللي هي المسامحه. هاد الناس دمروني، تحيدت لي الوالده ديالي بسببهم، بسبب الاهمال ديالهم. دمروني، طلقت، مرضت، الصحه ديالي كتشوفوها كي ولات، ورغم ذلك ما كرهوش يصيفطوني للحبس بالنفوذ ديالهم اللي عندهم وبالفلوس ديالهم اللي كيظلموا بها عباد الله. انا كنقول لكم من هذا المنبر، انا الله فوق من اي واحد. الا كنت انا ظالمه هاد الناس الله يبينها فيا ويبينها لي في اعز ما عندي، الا كنت كاذبه في كلمه واحده. وواحد القضيه بغيت نشاركها مع الراي العام اللي كنشكرو بزاف، وكنقول لكم الله يرحم لكم الوالدين، خيركم راه ما غنساش. وهو هاد الناس كيقولوا انا رفضت الخبره ندير الخبره، انا غنصحح الكل، انا ما رفضتش ندير الخبره في بنو رشد، لا. انا نهار اللي التعليمات ديال وكيل الملك في المحكمه الابتدائيه عطاها الضابطه القضائيه باش داوني شي 8 المرات، كيقولوا بان الوالده راه تحيدت فعلا، ولكن بغينا نشوفوا هاد البنت واش مخيطه ولا لا، لان المتهمات كينكروا انا مخيطه، وانا مخيطه بلا تخدير. ملي كيمشيو عند البروفيسور اللي في بنو رشد كيقول لهم اكيد غتبقى الخياطه. داك الساعه فاش داوني يلاه والده ب3 شهور ولا 4 شهور، قال لي الضابطه القضائيه فعلا كتبقى المراه كيبان لها السيكاتريس واخا تكون حتى 30 عام. هذا الشيء فرحت لان غيبين لي الحق ديالي. كيبقاو اثار. النهار اللي غادي يكون الطاقم ديال الخبراء وهو البروفيسور والمتهمات، يلا قال لنا السلام عليكم. من بعد السلام عليكم قال لي بغيت نشرح لك. هذا البروفيسور قلت له نعم استاذ، نعم دكتور. قال لي بالنسبه للخياطه هما المتهمات ما باغينش يبينوا انني مخيطه. والبروفيسور اللي عاونهم اول ما كيقول لي بالنسبه للخياطه راه ما غتبانش، والمراه اللي فاتت 6 اشهر او انت كتقول لي مع البوليس كتقول لي الخياطه كتبان واخا 30 عام، فاذا به نهار الخبره كتقول لي لا ما غاديش يبانوا الخياطه. هذاك يعني انني بديت كانوا تلاعبات كبار من طرف البروفيسور اللي كان في بنو رشد والمتهمات. لهذا واش كنتي كتعرضي لتهديدات من طرفهم؟ في الاول وحاليا الشي في المحكمه راه كليت العصا انا قدام الصحافه كاملين، كنتو كليت العصا قدام رجال الامن. كل ما كانوش رجال الامن بالمحكمه السيناف كانت غتقتلني ولا كانت غترى كارثه. الحمد لله وكانوا الصحافه والمحامون شاهدين لي، محامون اللي بغيت نوصل للسيد وكيل العام نزيه. انا نهار اللي ضربتني في هذه المحكمه عندي محامون ما كنعرفهمش، من هنا قال لي اليوم دنيا وغدا اخره، ضرباتك انا عندي شهود، عندي صحافه شاهدين لي، عندي كل شيء. لهذا انا ما غنسكتش على هذا الشيء. قال لي السيد وكيل العام مشكور، قال لي راكي طالب. مشيت درت محضر استماع وكيتسنى تفريغ الكاميرات دابا راه شهرين تقريبا. انا غنشوف في هذا الموضوع ضروري لان ما غنسكتش على هذا الشيء، حيت مادام ضربتني في محكمه الاستئناف هذا كيدل على ان الناس باينين متعنيين وباينين مغرورين. لهذا غنقول لكم انا اليوم دازت جلسه زوينه من طرف الهيئه، وواخا كان عليا واحد شويه الضغط في شي اسئله من طرف الدفاع الجديد اللي الله جا غير الشهر اللي فات. حنا الملف راه فيه 6 سنين كيضغط عليا، وهما يعني احنا واقفين وتوشيش من مرايا والهضره باش يعصبوني. انا كنحترم حرمه المحكمه وكنحترم الهيئه النزيهه اللي عندي، وما غاديش نتعصب ونبدا النهار ابدا. انا جيت الملف جاهز، غنبقى الملف جاهز. هذا الشيء اللي كاين. وعطانا ان شاء الله اجل ديال المرافعه 2 سيمانات، هذا الخميس لا والخميس الجاي. واش كتثقي في القضاء المغربي؟ ما نكذبش عليكم، غنكون صريحه معكم قدام الكل. انا اللي داز عليا مع الامبراطوريه اللي كانوا معاها في المحكمه الابتدائيه المحمديه
صافي فقدت الامل، ما غيرجع لي الامل ديالي حتى لواحد العام ونص حاليا، وبالاخص فاش جيت الاستئناف. لان ملي كنشوف السيد وكيل العام في وجهه، يعني كتشوفي حنا كمغاربه كنشوفوا الواحد من وجهه. السيد النائب الاول نهار استقبلني بكيت، اقسم بالله العظيم الا بكيت من المعامله ديالو. السيد الرئيس الاول ما نكذبش عليكم، انا حاليا رجعوا فيا الثقه. ومن نقول لكم واحد الكلمه، انا هما الملف ديالي كان غيدوز في المحكمه الابتدائيه، حيت عندنا قاعه استئناف، وداروا المستحيل باش يجيبوني هنا ويكافصوني كما قال لي المحامي اللي اليوم ما كيحضرش وقال لك حقنا على السبيطار. كنقول لك غايب على الجلسه اليوم، غايب وقال لك حقنا على السبيطار، واي واحد يقدر يتصل به يقدر يجاوبه ويقدر يقول لكم انا خدام. ولكن انا كيبغيو يعنكشوا لي الملف. اللي بغيت نقول رجع الموضوع بالنسبه للمحامون ياك، بالنسبه للمحامون ديالها وداك الشيء عصبوني شويه. شي اسئله اللي كيضغطوا عليا بها، ولكن الحمد لله هذا ما كيعنيش انني غنبدل الراي ديالي في محكمه الاستئناف، لان هما كانوا باغيين يجيبوني هنا باش يجيبوني كما بغاو هما يديروا فيا. ولكن الحمد لله كما قال لي السيد النائب الاول النزيه، قال لي عسى ان تكرهوا شيئا وهو خير لكم. نعم. كيفاش هي الحاله الصحيه ديالك والحاله النفسيه ديالك؟ الى ما عنديش كيفاش ندير حاليا باش نعري يدي. تشوفوا انني يلا درت التحاليل البارح، طالع لي السكر، معصبه حتى لواحد الدرجه ما تصورش. العصبه هلكني، ما بقى فيا ما يتجاف، السكر هكاك، بزاف د الحوايج. هاد الناس راه ماشي غير حيدتوا لي الوالده، راكم قتلتوني نتوما. لا كنتو خايفين من شهرين ديال الحبس، كوثر راه حكمتوا عليها بالاعدام، راه عطيتوني الاعدام في حياتي. ما بقى عندي الخطر لحتى شي حد، ما بقى عندي الخطر حتى شي حاجه. لهذا كنعاود نقول لكم ونزيد نقول لكم، الا كانت شهرين كثيره لكم نتوما، ديروا بحساب اللي قتلتوها للابد. واللي بغيت باش نكمل هذا المباشر، بغيت نقول لكم انني الحمد لله قسما بالله كندخل المحكمه كندخل فرحانه، كندخل المحكمه كندخل فرحانه. وما ننساش المحكمه الابتدائيه المحمديه فيها ناس نزهاء، انا ما كنعممش انهم خايبين، لا، فيها ناس ولاد الناس نزهاء. فيها السيده الوكيله استاذه رابحه الله يرحم لها الوالدين، اللي ما نكذبش عليكم دارت اكثر من جهدها ودارت الخدمه اللي ما داروهاش الرجال تما. لهذا غنقول لكم شكرا لكم نتوما كصحافه، وخيركم ما غنساش، والله يرحم لكم الوالدين. وهاد الجلسه اللي عطاوني هاد الخميس لا والخميس الاخر. المطالب ديالك؟ المطالب ديالي انا ضعت في حقي، كنتوسل لله ولهاد الناس يعطوني حقي، لانني ما كاذبه ما ظالمه ما معديه ما دايره والو. ضعت انا لان انا مشات لي والده على قدها، والتعويض فيه 20 مليون وشهرين الحبس نافذه. وذاك الشهرين هما يا ترى شوفي واش غيدخلوها واش هما ضاربين حسابهم. انا بغيت كنطلب من السيد وكيل العام، كنقول لك انا كنترجاك في الله وفي والديك وفي ولادك، انا حقي كنعرفو عندك وفي الهيئه النازهه ديالي اللي عندي الجلسه. انا كنطلب السيد ربي وسيد وكيل العام ياخذ لي حقي من بعد 6 سنين ديال العذاب. راه 6 سنين ما سهلاش، الحاله كتوريكم. وجهي راه انا وليت بحال شي طربيه عندها نهار، وجهي ضعاف، صحتي مشات، السكر طالع، والحمد لله. المهم انا بغيت غير حقي. الوثائق عندهم هنا، عندهم الخبرات، عندهم الشهود، عندهم حتى لو بغاو الشهود يجيو، ما عندناش مشكل، حنا ما كاذبينش. كنجاز كنشكر رئيس الهيئه وكنشكر الناس اللي مع الهيئه كامله، لانه المحامي اللي تعذر على الجلسه اليوم كان باغي ندايرين ديك القضيه ديال غيتاخر، ولكن الحمد لله كانت هيئه نزيهه ومشكوره، لان قال لهم الملف جاهز وتناقشوا فيه، والمرافعه كاينه هاد السيمانه الخميس لا والخميس الجاي. الله يرحم لكم الوالد.